والكيمي كيميكا، الكيمي كيميكو، الكيمي كيميكا والكيمي كيميكو. نادي الزمالك بيفوز اليوم على فاركو 1-0 عشان يتصدر الدوري بجدارة واستحقاق، وبعد تعادل المصري مع حرس الحدود. من غيرك على القمة يا زمالك. الزمالك حتى الآن بعد الأسبوع الرابع في المركز الأول. النادي الأهلي في مباراة متخلفة لأنه لعب 3 مباريات بس في المركز السادس. بيراميدز الأسيوطي الأصل في المركز العاشر. الكل قلل منك يا زمالك قبل بداية الدوري. الكل قال لك المنافسة ما بين الأهلي وبيراميدز. الكل قال لك الزمالك آخره يحافظ على المركز الثالث. الكل بعد صفقات سيراميكا والمصري والاتحاد والناس الحلوة اللي في الدوري قال لك الزمالك مش هيلعب في المربع الذهبي. ولكن الزمالك بعد لما غفلهم في الوديات ظهر لهم في الحقيقة. يفوز الزمالك ب3 مباريات ويتعادل مباراة مع المقاولين عشان يتصدر الدوري بجدارة ب10 نقاط، ثم المصري 8 نقاط، ثم بتروجيت 8 نقاط، ثم هلم جرة 7 على الأهلي 5، على بيراميدز 5، على الكل كليلة في الدوري المصري. الزمالك يستحق الجدارة. ليه؟ واحد يقول لي يا عم ده انتوا بتكحوا قدام فاركو، ده انتوا بتكحوا قدام مودر، ده انتوا بتكحوا كذا. شوف بيراميدز قابل مين، شوف الاهلي قابل مين، شوف المصري قابل مين. نفس الفرقه اللي بيلعبها الاهلي انا بلعبها، البيراميدز بيلعبها، المصري بيلعبها، ولكن الزمالك يسير بخطى ثابته. الزمالك يحرز 5 أهداف ويدخل جواه هدف واحد بس، هدف ذاتي احرزه الونش في نفسه في المباراه السابقه. فده يدل ان في صلابه دفاعيه في خط دفاع نادي الزمالك. ثم عندنا حارس لاول مره محمد صبحي بيعبر عن نفسه وبيثبت ان هو حارس كفء بعد موسم كارثي الموسم اللي فات. عندنا هلومه جره في نص الملعب. دونجا تحول الماتش ده وبقى حاجه كويسه، اتمنى الاستمرار لان دونجا عارفين فصوله البايخه معانا. الزمالك في الشق الهجومي بيجرب شويه اخوان، شويه شيكو بنزا، شويه دباغ، شويه ناصر منسي اللي النهارده كانت منحاسه معاه. ولكن عجائب من عجائب الدنيا السبعه ان الزمالك يستغل تعثر بيراميدز وتعثر النادي الاهلي، واعتقد ده كان سبب في توتر لعيبه نادي الزمالك النهارده والمستوى السيء اللي قدموه في الشوط الاولاني. ولكن قدروا يتغاضوا عن الكلام ده في الشوط الثاني بهفوه، قدر يخطفها عدي الدباغ عشان تروح لشيكو بنزا في الجون وهو فاضي يحرز هدف يتيم. ولكن بعد كده نادي الزمالك ضيع اهداف بالزوفه. يعني ناصر منسي كره في العارضه وكره بالراس من على خط الجون، احمد شريف من على خط الجون، خوان الفينا من على خط الجون، عمر جابر، كل الرجاله هلم جره ضيعت اهداف كتيره جدا. لكن نادي الزمالك قدر يفوز على منافس غتت. يقول لك يا عم منافس غتت ليه؟ منافس ده الاهلي لقوا 4 يا عم. هو لما جه يلعب نادي الاهلي كان فكر ان هو بيلاعب بني سويف، ما يعرفش ان هو اسمه النادي الاهلي، والنادي الاهلي لو سبت له مساحات الدنيا هتضيع، فعشان كده لابس 4. لكن النهارده اي واحد بيفهم كوره الف ب هيعرف ان فرقه بضينه مله الملعب زي نفس اللي حصل مع النادي الاهلي في مباراه غزل المحله. فرقه لو حد يبص كده او في اعاده المباراه 5 واقفين، 1 قدامهم، 3 امامهم، مهاجم واحد، وهم اصلا ما بيهاجموش وما جوش اصلا ناحيه صبحي لم يختبر غير في بعض الكور العرضيه، سواء الركنيتين اللي هم جم لفرقه فاركو، وغير كده لم يهدد نادي الزمالك. فبالتالي على نادي الزمالك اذا كان عايز يحافظ على الصداره، اذا كان عايز يحافظ على فرق النقط اللي بقى مع النادي الاهلي وبقى مع بيراميدز، عليه ان يراجع حساباته مره تانية. دكه الزمالك فاضيه حتى بعد نزول ادم كايد، بعد نزول ناصر منسي، بعد نزول محمد شحاته النهارده، بعد نزول احمد شريف المهتز جدا. لازم تعيد الحسابات يا فريرة مع احمد حمدي، لابد من عودته. كذلك ايشو لابد من عودته، معالي لابد من عودته، لابد من بديل في الجناح اليمين ما بين خوان النهارده كان لازم يطلع بس ما عندكش حد بديل ليه. فبالتالي استبعاد عمرو ناصر، استبعاد خوان، استبعاد احمد حمدي، استبعاد كذلك ايشو، استبعاد معالي، استبعاد عمرو ناصر، استبعاد محمود جهاد، محمد السيد في ظروف غامضه،
اسامي تقيله لازم تكون موجوده، احسن من سيف فاروق جعفر، احسن من احمد شريف، احسن من لعيبه كتيره جدا لازم يدخلوا ماتش وادي دجله، لازم، لان بالمستوى دوت لازم يكون دكه نادي الزمالك نفس قريبه من السكواد الرئيسي بتاع نادي الزمالك في الرئيسي. الدباغ سيء جدا 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 جدا، متفق معاك جدا، ما اقدرش اختلف، لكن هنديله العذر، هنديله انه لسه جديد، هنديله ان هو 3 ماتشات بس اللي لعبهم في الدوري حتى الان، ولكن بسبب الكره اللي هو عملها النهارده قدر نادي الزمالك يخطف جول. ناصر منسي لما نزل مكانه كان افضل واحسن. هل يكون البديل بتاعهم عمرو ناصر؟ لازم يكون موجود. طب سيف الجزيري ياما كفرنا كوره، بس بالعكس لازم يكون موجود سيف الجزيري برضو في الدكه بتاعه نادي الزمالك، احسن من اسامي موجوده كتيره في نادي الزمالك. يعني صلاح مصدق يا محمد اسماعيل، اختار واحد ما بينهم. فبالتالي لازم نادي الزمالك يكون في بدائل هجوميه، عشان لو انت قابلت ماتشات متعاربه، لان ماتش فاركو ده كان هيتعارب. انت قدمت شوط اول تعبان جدا جدا جدا. يعني عبد الله السعيد كتر خيره، عبد الله السعيد يعني خلاص، يعني الراجل كفر من كتر الجري 3 ماتشات اللي فاتوا، والماتش النهارده ادى مباراه عاليه جدا. فبالتالي كنت لازم يكون في بدائل، لازم يكون في كايد مكانه، لازم يكون احمد حمدي مكانه، لازم توظف محمد شحاته مكانه، لازم تخلي في رقم 6 خلاص ثابت احمد ربيع بعد عودته من الاصابه، لان انا متوقع يعود بعد فتره التوقف القادمه بعد مباراه وادي دجله ودونجا، فبالتالي الاثنين يريحوا بعض. لكن لازم بدائل لعبد الله السعيد. ناصر ماهر لازم يكون له بديل احمد حمدي، لازم يا اما توظف مكانه كايد. بالتالي المهاجمين لازم يكونوا عداية الدباغ لحد النهارده ما رماش بياضه، لحد النهارده مشي الكف. طب واحد يقول لي شيكو بنزا كفرني الشوط الاولاني، لعيب الميس باص بتاعه كتير جدا، لعيب تقيل جدا، لعيب حركه رجليه غريبه، يعني انت تتفرج عليه هو ماشي حركه رجليه غريبه، لكن هو عنيف قوي، يعني بيصد ويرد، رخم، يعني من اللعيبه الغتة الرخمه. ايدي النهارده يخطف جون، وكان هيخطف جون من اخوان الفينا، نفس الجون كوبي بيست من الماتش اللي فات بتاع مودرن، لكن طلعت بره. لكن لعيب حلو، لكن لازم كل بدائل. هل البديل بتاع شيكو بنزا هو البديل؟ ادم كايد فشل، ادم كايد ضعيف جدا، ضعيف بدنيا، لازم لعيب يتوظف شمال غيره. يعني هل تخترع معالي تخترعه في القصه ديت وتقدر تدربه على الحته ديت؟ هل توظف ايشو على الحته ديت؟ هل تقوي ادم كايد؟ هل تخلق مكان للعيبه اللي بتلعب في نادي الزمالك تلعب في الجناح الشمال؟ ده دور المدير الفني اللي هو لازم يعمله. لكن الاعتماد زي النهارده على تشكيله نادي الزمالك مع اي فرقه ثانيه هتنملك على خطوط زي فرقه فاركو النهارده الممله الغتته اللي حتى ما تاثرتش بالطرد، لانها كده كده ما بتهاجمش، هي نفس اللعيبه اللي بتلعب ورا بنفس الدفاع المستتيم اللي هم بتاعهم. فبالتالي نادي الزمالك النهارده برافو الفوز، رغم الاداء المتذبذب في الشوط الاولاني كان سيء، الشوط الثاني في بدايه الشوط قدرت تخلص المباراه، جالك فرصه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه كنت ممكن تخلص، لان الفصول البايخه قعدت نادي الزمالك. كلنا قعدنا حتى الدقيقه 95 ومتوقعين ان فاركو ممكن يتعادل بضربه جزاء بكره ميته باي شيء، ولكن الحمد لله عداله السماء. كل الناس اللي قللت من نادي الزمالك بعد 4 مباريات، نادي الزمالك على الصداره ب10 بونت، نادي الزمالك الافضل الاحسن الاقوى، رغم اعتراف احنا كزملكاويه ان الدوري لسه بعيد، احنا مش اكتر من متصدرين الدوري. اي حد يقول لك ان نادي الزمالك قوي وان نادي الزمالك جميل وان نادي الزمالك بطل الدوري، كل الكلام ده بينيمك في الدوره. زي الجاهل شوبير لما طلع قال لك ان اي حد هيخسر من مباراه بيراميدز والنادي الاهلي ان خلاص العمليه انتهت وبعد المنافسه. يا جاهل احنا مش بالجهل والتخلف دوت. يعني ايه النهارده في الاسبوع الرابع على الاسبوع الخامس النهارده فرقه تفقد فرصها على الدوري؟ يعني لو النادي الاهلي خسر مباراه بيراميدز القادمه فبالتالي النادي الاهلي بره الدوري، يبقى انت جاهل. لو بيراميدز خسر الماتش القادم يبقى هو بره الدوري، يبقى انت جاهل، لان دول عندهم لعيبه من نار ودول عندهم لعيبه من نار، ومش شرط اللي فايز النهارده ومتصدر يفضل متصدر حتى نهايه الدوري. فاعقلوا العقل يا عم شوبير، بلاش انت بتخاطب ناس بتفهم، عايز تنيمنا، عايز تنيم اي حد، شوف اي حد جاهل زيك ممكن تنيمه. وكفايه اصلا الفضيحه بتاعت الكيميكو. والله العظيم انا ببقى اكتر المبسوطين
لما بنسمع وهم بيحفلوا على شوبير اللي انا شايف وافضل اشوف يقول عليا زملكاوي يقول عليا كده وصمه عار على النادي الاهلي وجوده في قناه النادي الاهلي. هيقول لي يا عم ده حرقك، يا عم لا حرقني ولا بيفرق معايا، ده راجل منتهي تكنيكيا من جميع القنوات من النهار ومن ودي ام سي، وهي دي نهايته، هي قناه الاهلي وبعد كده يريح على اي قناه زي النيل سبورت. فبالتالي شوبير لا يعنيني ولا يفرق معايا ولا ب 2 جنيه. سوشيال ميديا نادي الزمالك قادره توقف اي حد عن حده. مبروك لجميع نادي الزمالك رقم 1 في مصر. جمهور نادي الزمالك رقم 1 في مصر في الحضور، في التشجيع، في القوه. عفوا هم مهويس نادي الزمالك وهم اللي يستحقوا الافضل. تنكر توافق تعمل، هتقول لي جمهور نادي الاهلي، جمهور نادي الاهلي بيحضر باعداد قليله جدا في القاهره. مباراه المحله امبارح ناس النهارده شتمتني كتير. طبعا احنا طلعنا اتكلمنا على الاهانه اللي حصلت لزيزو يا جعان، ولما قال لك هدى يا هدى بنحبك يا هدى، وقلنا دي عار ودولنا مش عارف مين وي 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 وي. طلعنا اتكلمنا كلنا حاطين كتاب الدين في الشنطه وكلنا طلعنا شيوخ. لما حصل نفس الكلام دوت والشتايم اللي حصلت من جماهير النادي الاهلي في مباراه المحله وجماهير المحله نفسها كمان في المباراه، وده شتم وده شتم، الكل ادعى الفضيله، الكل قال لك ما حصلش شتايم، الكل قال لك انت كذاب، الكل شتمني. حاجه في منتهى التخلف من بعض جماهير النادي الاهلي المتخلفه اللي هي ما بتقولش كلمه حق. لان جماهير الزمالك بتشتم واتعاقبت، جماهير الاهلي شتمت امبارح ادارتها، قالت الاداره انتوا حقنا مهدور، وقعدت فوق اصحى فوق يا خطيب، وقعدت تشتم مش عارف ايه حد. احنا عارفين الجمله اتقالت ايه، والفيديوهات موجوده على التيك توك وعلى اليوتيوب وعلى الفيسبوك على قفا من يشيل. وشتايم للزمالك وشتايم للمحله، كذلك نادي المحله جماهير المحله رجعت ردت بشتايم ليا فلاح روح على القاهره، وشتموا الاهلي وشتموا الزمالك. يعني ده غلطان وده غلطان. لما اطلع اقول لك ان جمهور الاهلي شتم ويتعاقب تطلع تقول لي لا يا عم ما عملوش حاجه. فانا بقول لك انت جاهل. انا صريح، انا مش عايز حد يتابعني، انا هطلع اقول الصراحه حتى لو كانت على رقبتي. لا انا متزملك ولا انا بدور على ريتش الاهلي ولا بدور على ريتش حاجه زي كده. انا ما بيفرقش معايا الصفحه خالص. الزمالك غلط ياخد بالجزمه كجمهوره، الاهلي غلط ياخد بالجزمه، اي جمهور غلط ياخد بالجزمه. ما بندورش هنا نطبل ولا نغني. لكن الاهلي لما بيقدم، ده امبارح النادي الاهلي تعادل مع غزل المحله، طلعت اقول لك الاهلي عمل اكتر من 19 فرصه، وبلاش جلد للعيبه وبلاش جلد المدير الفني، الاهلي عمل كل حاجه، لكن كان عنده سوء حظ غير طبيعي، كان يقدر يكسب 1 و2 و3 و4. هو ده دي الناس اللي تفهم كوره. لا طلعت طبلت لك ولا طلعت غنيت لك، طلعت قلت الحقيقه بتاعتك. هو دي الصراحه. لكن انتوا عايزين اطبل، انتوا حبيتوا الصناديل عشان بيطلع يمجد في النادي الاهلي. انا بطلع امجد النادي الاهلي لو انت عارف ان انا بطبل لك او انا راجل ما عنديش ضمير انت مش هتحترمني. لكن انا بكلمك كصراحه. واحد يقول لي ايوه طلع لك صوت دلوقتي عشان الزمالك فايز. يا عم حد قال لك ان انا منياوي؟ ما انا زملكاوي والمصحف زملكاوي وكل ايمانات المسلمين زملكاوي. اكيد هفرح لما فرقتي تفوز، اكيد ما بتمناش. وكنت باخد تجربه النادي الاهلي وحماس النادي الاهلي وشطاره اداره النادي الاهلي، كنت بقول اتمنى ان اداره نادي الزمالك تشتغل صح وتعمل صح. لما اداره نادي الزمالك اشتغلت صح وادت العيش لخبازه وجابوا جون ادوار غير كله ومشى كل الناس اللي محسوبين علينا، ونادي الزمالك النهارده واقف على رجليه. نادي الزمالك النهارده محدش عارف اخبار عنه. نادي الزمالك النهارده جاب صفقات الى حد ما في حدود البادجت اللي معانا 10 على 10. عايز اكتر من كده. نادي الزمالك ساكت، نادي الزمالك محدش بيسمع عنه مشاكل. نادي الزمالك النهارده فايز في 4 ماتشات، 3 ماتشات ومتعادل مباراه مع المقاولين، وكنا سيئين جدا في الماتش دوت. فبالتالي نادي الزمالك افضل الفرق الموجودين على ال 21 اللي بيلعبوا. فليه ما ادروش حقه؟ ليه ما اطلعش امجد فيه؟ ليه ما اطلعش اكون مبسوط فيه؟ وليه ما تطلعش انت تديني حقي لما انا اكون زملكاوي متصدر الدوري؟ انت مستناه اللي اقع وتقول انت تعبان وانت هتهكع وكلام حمضان بقى. انت بتجري كده على طول، انت هتريح في الاسبوع التاسع لا في الثامن، ولكنك دخلت علم الخير. ما تسكت يا عم وتتفرج وسيب كل ماتش بماتشه وسيب كل اوان باوانه. والزمالك لو خد بطوله الدوري هل هي مفاجاه؟ هل هي من عجائب الدنيا السبعه؟ طبيعي ان الزمالك ياخد الدوري. واحد يقول لي يا عم طبيعي، زمالك يا ابني، اوعى يالا واصحى فوق يالا، زمالك مهما تحاول تقلل مهما يعدى ليه السنين يا ابني، زمالك اسمه زمالك. عمر ما الاهلي هيخاف حد من غير الزمالك، وعمر ما الزمالك هيخاف من حد غير الاهلي، ولا انا بعمل حساب غير الاهلي ولا الاهلي يعمل حساب غير للزمالك. بس
والله لو الاهلي بنص رجل اهلي. انا زملكاوي بقول لك حاجه زي كده، وانت المفروض تبقى عارف كده. الزمالك لو بنص رجل زمالك، الزمالك بيمتلك مهاويس وراه، مهاويس الزمالك، مهاويس قادرين يحركوا الصخر. وياما ماتشات كتير جدا دخل الاهلي تعبان قدام الزمالك والاهلي فاز، وياما ماتشات كتير دخل الزمالك تعبان وفاز على النادي الاهلي، عادي. كل الكلام ده عادي. لكن الزمالك عودته على الصداره طبيعي، الزمالك عودته لدوري ابطال افريقيا طبيعي، الزمالك يفوز بالدوري طبيعي. اللي مش طبيعي اللي حصل في نادي الزمالك الفتره اللي فاتت بسبب مش المؤامره، بسبب ابناء نادي الزمالك اللي ما كانوش امناء على فريق كبير اسمه الزمالك، بدليل الارض ضاعت بسبب غباء اداره نادي الزمالك. انا طلعت قلت لك مؤامره من الخطيب عشان الدوري يضيع، ومؤامره من الخطيب عشان الارض يضيع، ابقى متخلف زيك، ابقى متخلف وعايش في نظريه المؤامره. لكن انا بكلمك واقعي، واقعي. الزمالك متصدر طبيعي، الزمالك لو فاز بالدوري ده طبيعي، الاهلي لو فاز بالدوري ده طبيعي. انت عايز تحط بقى ارقام وصرف وعقود وحاجه زي كده، انا اللي مش طبيعي بعمله. انت اقوى فرقه، اقوى اعلام مفروض على الارض، اقوى جمهور كعدد الناس اللي بيشجعوا الاهلاويه، بيراميدز اقوى ميزانيه، اقوى لعيبه، اي حد عايز يجيبه بيجيبه. انا اقل سكواد وعلى الله حكايتك، بلصم الفرقه. كل اللي عملته انا عندي فرقه نفس الجول ونفس الدفاع ونفس كل حاجه، جبت 3 4 لعيبه اللي عادوا خلصان واللي عادوا كذا واللي ومع ذلك الزمالك متصدر الدوري حتى الان. مبروك لجميع نادي الزمالك، متصدر لا تكلمني، ولكن هي نقطه في بحر، في مشوار طويل قوي 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 على بطوله الدوري. اتمنى الزمالك يفضل على كده، يفضل مكمل. عندنا ماتش صعب جدا، صعب جدا جدا جدا. واصحوا معايا كده وفوقوا. وادي دجله اللي غلبنا في الوديات وكان شكلنا وحش قوي قوي قوي. وادي دجله اللي بيقدم السنه دي ماتشات حلوه ولسه كسبان اخر ماتش. عندنا الماتش الاخير قبل التوقف الدولي لمده اسبوعين، هيبقى فيه عوده الاصابات وهيبقى فيه اندماج اكتر للمدير الفني اللي لسه الف ب. يعني المدير ده لسه الف ب، اول مره يلعب ماتشات رسميه، هم الاربع ماتشات، بعكس اي مدير فني، بعكس المدير الفني بتاع بيراميدز، بعكس المدير الفني بتاع النادي الاهلي. النادي الاهلي لاعب من كاس عالم انديه واخد فتره كبيره جدا. فبالتالي ماتش وادي دجله مهم جدا. ليه؟ لان بيراميدز هيلاعب النادي الاهلي، ودي من حسن حظنا ان بيراميدز هيلاعب النادي الاهلي. اتمنى الاهلي يخسر، اتمنى بيراميدز يخسر، اتمنى الاثنين يتعادلوا. اي نتيجه في كل الكلام ده مصلحه نادي الزمالك. لو بيراميدز عارف يوقف النادي الاهلي يا سلام، ده انجاز. مع ان بيراميدز تعبان، وانا اتوقع والايام بينا ان الاهلي هيفوز بسهوله على بيراميدز، بسهوله. فمعنى النادي الاهلي عطل لي بيراميدز، بدل ما بيراميدز خسران 7 بونت يبقى 10 بونت، انا مستفيد. معنى النادي الاهلي ان بيراميدز يعطله ويتعادل، معنى النادي الاهلي يفقد عندي، يبقى عندي ب4 بونت، 10 على 10. معنى الاثنين يتعادلوا، معنى ده يبقى 9 بونت وده 4 بونت، ولو 7 بونت لو بيراميدز غلبت، او 5 بونت بيننا وبين النادي الاهلي. فبالتالي انا مستفيد استفاده 100%. كل دي منافسه شريفه، انا بحترمك وانت بتحترمني، انا لا بقل منك ولا انت بتقل مني. بنتكلم كوره ونطلع نتناقش كوره وترد عليا كوره بدون شتايم، بدون الام، بدون الاب. لكن مفيش اسهل من الشتيمه، لان في ناس قذره عندي على الصفحه للاسف. ممكن مش عارف اذا كان هم موظفين على الصفحه عندي او بيخشوا كده على الصفحه تلاقي شتايم بالام وي مع ان انا سهله اقلع رجليه واضربه بالجزمه، ولكن دي مش اسلوبي، لان انا اسلوبي محترم وفي ناس محترمه على عندي موجوده على الصفحه. مبروك لجماهير نادي الزمالك. لابد نستغل الدفعه، لابد نستغل التخبط اللي على النادي الاهلي اللي مش هيدوم. النادي الاهلي لما يفوق هيكربك للكل. فبالتالي لازم نستغل التعثر اللي موجود في النادي الاهلي، لازم نستغل لقاء بيراميدز والنادي الاهلي اللي هيلعبوا قبلنا بيوم، يوم السبت القادم. تعادل النادي الاهلي، خسر النادي الاهلي، تعادل بيراميدز، خسر بيراميدز. كل النتائج في مصلحه نادي الزمالك بعد فوزه النهارده. حتى النهارده المصري كان كسبان 1-0، ولكن في الدقيقه 92 قدر حرس الحدود يجي له ضربه جزاء يحرزها محمد اشرف رؤى عشان يتعادل برضو كذلك المصري، عشان يبقى رقم 1 في الدوري هو الزمالك. وننهي الفيديو بالكيميكا والكيميكو. ابعتها له.